لو طول الوقت خايفة من رد فعله، لو طول الوقت قلقانة مش عارفة ممكن يعمل ايه حتى لو انتوا في مكان عام، لو انتي بقيتي قلقانة من وجوده اكتر ما انتي مطمنة بوجوده، لو بقيتي مش عايزة تقفي في المراية عشان ما تشوفيش اللي انتي وصلتي له دلوقتي، لو بقيتي مش عايزة تقابلي صحابك ولا حد يشوفك عشان ما يعرفوش، او مش عارفة تتكلمي في ايه، مش عايزاهم يعرفوا عنك حاجة عشان اللي انتي فيه بقى صعب قوي انه يتحكي. لو بتمري بكل ده فده مش هقولك انك معاكي حد عصبي، ده معناه ان انت معاكي حد عنيف، وفي فرق كبير قوي ما بينهم. الشخص العصبي ده شعور هو بيحس بيه، الشخص العنيف ده اللي هو ممكن يمد ايده، ممكن يهددك، ممكن يحبسك، ده مسموش عصبية. عشان برضو في ناس تقعد تبرر اللي هو اصل هو عصبي شويه معلش استحمليه، ولو هو زقك اول مره مسكك ماسكه مش عاجباكي وقفك في مكانك غصب عنك، ده مش عصبي، ده عنيف، ده ممكن يعمل بعد كده حاجات اكبر بكتير. الأذى بيتطور مع الوقت، كل ما الشخص بيحس ان اللي قدامه عداله الحاجة اللي فاتت دي هيعمل اكتر واكتر. انت ما كنتيش بتتكلمي، وانت ليه بقيتي تتكلمي في الحاجات دي؟ ما انت كنتي بتعدي عادي، ليه بقيتي تقفي على الواحدة كده؟ كنت بتضربي وبتكملي عادي،